ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فراخ مشويه بطريقه مامتي انا. هي طريقه قديمه بس بصراحه ما لقيتش اطعم منها، وخصوصا ان انا بقالي فتره كارهه الفراخ جدا، فرجعت اعمل الطريقه دي، ابتديت احبها تاني واكلها تاني. خلاص هنجهز مع بعض بعد ما نغسل طبعا الفراخ كويس جدا. هنجهز مع بعض بصل مبشور ناعم، والسبع بهارات، وفلفل اسود، وملح فقط لا غير. وبزود ليمون، بحط ليمونتين كبار كده عشان بحب الفراخ يبقى فيها مزازة يعني. والله العظيم من اسهل الخلطات اللي ممكن تعمليها للفراخ المشوية، وشمي ريحتها ودوقي طعمها. واثناء ما انا بطحن البصل بطحن معاه حبهان. خلاص هيديكي طعم وريحة روعة روعة. في ناس طبعا انا من الناس دي كنت بحط طماطم وفلفل اخضر وحاجات كتير كده، وتوم بودر وبصل بودر. لا، هو ده بس اللي حطيته وطعمه خطير. دي طريقة مامتي وجدتي، وكانت بتخلي الفراخ روعة فعلا. اعمليها وجربيها هتحبيها قوي. وطبعا تحشي بقى تحت الجلد والفتحات، هتطلع تحفة. انا ببيتها من بالليل وبصحى بقى احطها على البوتاجاز، بروح حطلها معلقتين سمنة بلدي محترمين كده، وما بحطلهاش مية نهائي. هي بتنزل مية البصل كده، واول ما تبتدي تغلي بهدي النار عليها خالص واسيبها تستوي بقى براحتها خالص. يا خرابي على ريحتها وطعمها، خطيرة. وبعد كده هحطها في صينية وتحت الشواية بس. بعد ما تستوي هتاكلي اجمل فراخ مشوية. عايزة تحطي بقى فحم، حلوة قوي. تتاكل بقى مع مكرونة بشاميل، رز بسمتي بالكركم والكاري، رز ابيض وشوية خضار، كله هيمشي معاها وهتبقى تحفة. بعملها في كل العزومات وبتشرفني، والكل بيسألني بتعمليها ازاي. جربيها ومش هتندمي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد. باي.